السلام عليكم. يا خيبة آمال الجميع بعد الجهد المبذول في النفق لحفر تحت القلعة كي يدخلون منها ويبدأون في السيطرة عليها من الداخل، ويكون الهجوم من الخارج. خضرة من الداخل وعروج من الخارج، ويأملون الخير في نجاح خطتهم، ولكن دائما الخيانات ودائما الجاسوسية والعملاء والحلفاء في الشر هم من يحبطون الأعمال الصالحة والآمال البعيدة. ويا خيبة هؤلاء المجاهدين بعدما وجدوا في نهاية النفق براميل للبارود، فمن الذي أوشى عنهم كي يجعل بترو هذا البارود والمتفجرات في نهاية يلقي بكرت الموت كما يقول، وينزعج الإخوة بربروس وشاهين وإلياس ويقول الممر، فجروا الممر أيها الأغا الريس. فينزعج الأب عروج ويصرخ باسم أخيه، بينما سلفادور يهنئ بترو ويقول له قتلت أخا خضر وبر أمام عيني. فينظر إلى يمينه بترو ويقول بل قمت بمهمتك بنجاح يا ابني. فيتكلم هذا الخسيس شقيق إيزابيل ويقول خدمتك شرف لنا في وسط انبهار الجميع وخضرة ملقى هكذا. فما مصير هؤلاء الأبطال وما مصير الخطة، وكيف يتقبل عروج هذه النتيجة في ظل وعده إلى الباشا مسيح الذي توعده بالإعدام إن لم تفلح خطة النفق هذه. يا للأسف قلوبنا معك يا إيزابيل على حسرتك وأسفك على أخوك كما كان أبيك سيليفيو. أنت حرة، نعم مسيحية، ولكن منصفة وتحب الحق ولا تتواطئين مع الأعداء على وطنك ومن لك. فإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.